مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هذه، وهذا أبرز عنوانها. المغرب ينجو من كارثة كادت أن تقع. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم السبت 11 مارس الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و 32 سنة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. قد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة سلا مباشرة بعد الوصول على بث سيارة أجرة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 3940 قرص طبي مخدر، من بينها 2100 قرص مخدر من نوع لورداز و1840 قرص طبي من نوع زيبام. وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخص ثاني متورط في محاولة اقتناء الشحنة المحجوزة بغرض إعادة ترويجها، حيث تم توقيفه والعثور بحوزته على مبلغ مالي ناهز 22450 درهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.